وبدأت مرحلة جديدة في حياتي أنا وأمي. بدأت تعمل حاجات غريبة، في الأول كنت مستغربها بس سبتها تعمل كل اللي هي عايزاه وحباه. بدأت أتكلم مع أمي على اللي كان بيحصل. كانت دايما تقولي وتشكيلي همها إن هي واحدة ست وحاسة بالحرمان والوحدة، وبدأت أحس بمشاعر ناحيتها وهي كمان. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. اسمعوا حكاية النهاردة ويا ريت تنصحوني وتقولوا لي أعمل ايه واتصرف ازاي. حكاية النهاردة بيحكيها إسلام. حكايتي بدأت وأنا عندي 23 سنة. أبويا متغرب عننا من سنين وإحنا لسه أطفال. أنا عايش أنا وأمي وأخواتي في الشقة بسيطة، وكان دايما يتخانق هو وأمي دايما تقول له انزل، أنا محتاجة لك، مش كل حاجة الفلوس. وكانت دايما تقول له أنا واحدة ست ومحتاجة لك، محتاجة اللي أنا أحس اللي أنا متجوزة. أنت تقدر تنزل، هتفضل لإمتى متغرب عن ولادك وعني؟ حاولت أقنع أبويا إنه ينزل ويعوض أمي على الحرمان والوحدة ويعطيها حقوقها الزوجية، بس لقيت أبويا مش مهتم. وكمان حاولت ألمح لأبويا إن في حاجات مش مظبوطة بتحصل، أحرك مشاعره إن هو ينزل. لقيت أبويا برد عليا ويقول لي ما يهمش، خليها تضيع وقتها وتسلي نفسها شوية مع أصحابها. مع إني اتكلمت معاه ولمحت له في حاجات كتير علشان ياخد باله، بس للأسف أبويا الموضوع ده ما كانش فارق معاه. كان كل اللي فارق معاه الفلوس وخلاص، مش فارق معاه إحنا ولا أمي هي اللي بتمر بأيام صعبة هو لازم يقف جنبها. بس أنا مش قادرة أقنعه إن هو ينزل ويعوض أمي على الحرمان والوحدة اللي هي فيها دي، لأن أنا شايف إن أمي وحيدة وغياب أبويا مأثر فيها على الآخر، لأن أنا كنت شايف كل حاجة بعيني. زي ما قلت لكم كنت أكبر أخواتي، كنت فاهم وحاسس باللي أمي بتمر بيه، بس أبويا ما كانش شايف كده. أنا بس اللي كنت حاسس بيها وعارف إن هي بتمر بوحدة وحرمان كتير. وكمان حاولت إن أنا أقنع أمي إنها تشتغل وتشغل وقتها بالشغل وكده، بس بصراحة ما قدرتش برضو. علشان كده حاولت ان انا اعوضها ولو شوية عن الحرمان والوحدة اللي هي حاسة بيه وعايشاه. كنت بسمع الكلام ده والخناقات بين ابويا وامي لدرجة ان امي زهقت من الكلام، لانها فقدت الامل ان هو ينزل، مع العلم ان ابويا عامل فلوس كتير من سفر برا ومن شغل برا من زمان، مسافر واحنا لسه اطفال صغيرين. اتعودنا على غيابه. غياب ابويا ما كانش فارق معايا، بس كان فارق مع امي. زي ما انتوا عارفين انها واحدة ست، وجود الراجل في حياة الست حاجة كبيرة، بتبقى محتاجة حاجات كتير، وحقوقها الزوجية مطلوبة من الراجل لازم يأديها على أكمل وجه. كنا حاسين إن هي ناقصها حاجات كتير وأبويا مأهملها، حتى الكلمة الحلوة ما كانش بيقولها لها. كان دايما يتخانقوا في التليفون وأنا كنت بسمع خناقاتهم، لدرجة إن هو بطل يسأل علينا حتى، وبدأت المكالمات تقل خالص. مع الوقت بدأت أمي تحس بالوحدة وبدأت تخرج كتير، وبدأت تعمل علاقات كتير وصداقات كتير مع رجالة وستات. أمي ما كانش لها أصدقاء خالص. بدأ الوقت تلبس وتشيك ويبقى لها أصدقاء ستات ورجالة كتير، وبقوا يجينا البيت ويزورونا كمان. الوقت بقى يتردد على شقتنا ناس كتير رجالة وستات، وكان معظمهم كانوا بيخشوا الأوضة كمان مع أمي ويقعدوا بالساعة وبالساعتين. بس بصراحة بطلوا يجوا إلا شخص واحد. كان الشخص ده هو اللي كان بيزورنا ويتردد علينا كتير، كان معظم وقته كان بيقضيه معانا. وبصراحة هو كان طيب جدا وحنون، كان بيعاملنا زي ولاده، وكان دايما يتدخل في تفاصيل حياتنا. وبصراحة احنا خدنا على وجوده معانا. وكانت أمي
اتقربنا منه واتحببنا فيه، واحنا بصراحة حبيناه وخدنا على وجوده. كان دايما يخش مع أم الأوضة ويقعدوا بالساعتين، وساعات كمان يبات عندنا، وانا الحاجات دي كانت بتضايقني. زي ما قلتلكوا انا كنت كبير كفاية وكنت بلاحظ الحاجات دي. احنا افتكرنا ان ابويا وامي انفصلوا عن بعض، فعشان كده خدنا على وجود الشخص ده. ومع الوقت الشخص ده بدأ يغيب، هو ما يجيش عندنا خالص، واتقطعت اخباره عن امي وعننا كمان. امي دخلت في حالة اكتئاب وزعل، ونفسيتها بقت وحشة خالص. في الوقت ده انا اتدخلت وبدأت اكلمها وسألتها عن الشخص ده، ايه اللي كان بيحصل بينك وبينه. بدأت اتكلم مع امي على اللي كان بيحصل. كانت دايما تقولي وتشكيلي همها ان هي واحدة ست وحاسة بالحرمان والوحدة، بس انا بصراحة ما كنتش عطاها العذر لانه مش جوزها، وكمان ابويا موجود، ما كانش ينفع انها تعمل الحاجات دي. كنت دايما افكر ان انا انصح امي، بس معقول هي كانت هتاخد بالنصيحة او نقول لها الصح من الغلط؟ ما كناش نقدر نقول لها الصح من الغلط لانها ما كانتش هتسمع مننا. بس انا اتدخلت وبدأت اتكلم مع امي، وبصراحة بدأت احس بمشاعر ناحيتها، وبدأت احس بحاجات انا ما كنتش حابب اللي انا اعملها مع امي. بس لما لقيتها محتاجة الحب والحنان ما قدرتش اقول لها لا، ولا قدرت امنع نفسي عن امي. وهي كمان بدأت تعمل حاجات غريبة كنت مستغربها في الاول، بس بصراحة سبتها تعمل كل اللي في نفسها، كل اللي هي عايزاه. علشان كده انا حاسس ان انا بعمل حاجة غلط. كل اللي بيحصل بيني وبين امي ده عن طريق الصدفة، وما كنتش مرتب له لا انا ولا امي. انا عارف اللي احنا بنعمله غلط، بس مش قادر امنع نفسي عن امي. يا ريت كل اللي بيسمع حكايتي ينصحني ويقول لي اعمل ايه واتصرف ازاي، وهل اللي انا بعمله ده غلط ولا صح. انا عارف ان كلكم هتغلطوني، الا انا ما ينفعش ان انا اتعامل مع امي بالطريقة دي، بس اعمل ايه؟ حاسس ان امي مظلومة في حياتها، وعوضتها عن غياب ابويا وحرمانه لها من حاجات كتير. يا ريت كل اللي بيسمع حكايتي ينصحني ويقول لي في التعليقات رأيه بكل صراحة في حكايتي انا وامي، وتنصحوني، وبإذن الله هاخد بنصيحتكم وهعمل بيها. ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.